يذهب سامح إلى المدرسة كل يوم فيلتقي أصدقائه ويلعب معهم في الساحة وقت الفسحة. وكثيرا ما كانت أمه تسأله: من هم أصدقاؤك؟ أين تلعبون؟ وماذا تفعلون عندما تلتقون؟ ثم تقدم له بعض النصائح: ولدي، كن مهذبا وتخير أصدقائك، يجب أن يكونوا مهذبين، لا تأخذ ما ليس لك، سر على الرصيف ولا تعبر الطريق دون انتباه، واظب على دراستك وقم بواجباتك كما ينبغي. يستمع إليها سامح وهو شارد الذهن، ثم يقول مبتسما: أمي، أنت تذكريني بصديقي عارف، نصائحك ثمينة وسوف أعمل بها يا أمي. ولكنه كان يقول في نفسه: لا أحب النصائح. وعندما يلتقي بأصدقائه ينسى نصائح أمه ويصدر منه سلوك خطأ. ذات يوم كان سامح برفقة صديقيه يتسلق سور حديقة بيت حتى يظفر ببعض الثمار الشهية من شجرة مانجو، لكنه وجد نفسه وجها لوجه مع صاحب الحديقة. تجمد سامح في مكانه، لا يستطيع العودة أو القفز إلى الأمام، فقد شكت قطعة من الحديد ملابسه وجرحت ركبته. وضع الرجل سلما وساعده على النزول وضمد جرحه. احمر وجه سامح خجلا، وأدرك أن ما قام به لا يليق بالأطفال المهذبين، وتذكر نصائح أمه فاعتذر من صاحب الحديقة ووعده ألا يعود إلى صنيعه مرة أخرى. فسامحه الرجل وأعطاه بعض الثمار له ولأصدقائه، لكن سامحا ظل يفكر طول الطريق في أمه ونصائحها التي لا تقدر بثمن.